يعني باش ما ندخلكمش في انفانتينو جا المغرب على وهجه، شفتو كيف قاعد يهضر مع رجل لانه لقجع. راهو هذه سكوب، قال انفانتينو انا نجيب لك الاصوات تاع افريقيا، او يخي على بالك باسكو كاين الانتخابات في الفيفا. راه انفانتينو معول على قجع كش ما يجيب له جماعه الدول الافريقيه لانهم راهم حايرين. لكن لافير تاع الجزائر ولا تاع الكاميرون مش نقولها الجزائريين، ديباسات انفانتينو وديباسات الكل وديباسات الكاف وديباسات كل شيء. وصدقوني هذه كلام صح، مانيش قاعد نقول لكم ماتش يتعاود ولا ما يتعاودش، لكن المعلومات اللي عندي انه الامر والله غير الجزائر عازمه. ومش نهضروا حنا رانا غير نديروا في البهرجه الاعلاميه ونديروا في المسرحيه الاعلاميه ونديروا في عملنا لكي العالم كامل يشوف، لكن في الكواليس اقسم بالله الجزائر دوله ضاربه بيد من حديد. والله قالت لهم يتعاود الماتش ما كانش قسما بالله غير نقفل عليكم الغاز والبترول. هايا باش نقولها لكم من الاخر، والله غير يركعوا، والله يركعوا، لانه حقنا، تعطيونا حقنا، حق الجزائريين. سرقت سلبت ظلمنا والله ما دينو راهم حاصلين غرقه كبيره. وانفانتينو كاين مشاكل في الفيفا ثانيك، كاين لوبي اللي راهو ضد انفانتينو ضد الجماعه راهم معانا، وكاين لوبي ضد الكاف في الفيفا راهم معانا. اذا اطلب، اذا خاوتي نداء اخر، غدا لازم نكونوا بقوه امام الفيفا، وبارطاجيو لا فيديو، اللي يقدر يجي اللي ما يقدرش يجي يبعث صاحبه. انتم العالم كامل سمع والناس كامل يفتخر الا بوحباكه عندنا. روحوا شوفوا، جيبوا لنا ارتيكل واحد نتكلم مع بوحباكه جماعه الهداف، جماعه العملاء اللي يديو بالملايير بالمئات الملايير تاع ونزيد نجي نعطي سكوب لجماعه الهداف. راهو تفتح عليكم المصحف ان شاء الله كلكم، تحقيق كامل. الدراهم اللي تدخل راهي بدات الناس بدات كان خليه تاع عمنا راهي بدات تخدم عليكم باذن الله. بن شيخ وجد روحك، مش تعرف الخدمه تاع الجزائر تاع التحقيقات مش في سمانه وباش ما يتقلقوش الناس السمانه يهبطوا، يروحوا لك حتى عند من كنت تقرا في الابتدائي ويجيبوك. ما تنساوش باللي راني الدنيا صعيبه والجزائر صعيبه على الدنيا. هذه الجمله هذه ماركيوها مليح، الدنيا صعيبه والجزائر صعيبه على الدنيا. الكل للصديق والعدو، الدنيا صعيبه والجزائر صعيبه على الدنيا. اذا الملف تاع الجزائر لم يغلق وفي الفيفا، ونطلب من خاوتي والله غدوه كان زلزلوا الدنيا قدام الفيفا ستكون ضربه قويه للوبي اللي راهو يعاون فينا على اخراج القرار للجزائر لصالح الجزائر، وباذن الله يكون ايجابي للجزائر. تحيه للاعلام المصري، اقسم بالله مدرسه، وتبقى مصر الكنانه مدرسه. تحيه للاعلام المصري تاع الصح. الوداد لعب البارح ما ندخلش في التفاصيل، والله شنعوا المروك، شنعوهم. تحسب تاعنا ما فيهاش حبس ما كان والو، ما كان والو، تبهداي نتوما تاع التبهداي، نتوما اللي تجيبوا في الجماعه واحد يهضر مع دجاجه، واحد يهضر مع ارنب، واحد يقول لك الدجاجه السوداء، هذو ماهمش بهذا. حنا ندوتي نحن على حق، والجماعه اللي راهم اللي ضدنا نقول لهم انعلوا الشيطان. خاوتي انعلوا الشيطان، ما حناش قاعدين نبيعوا في الوهم، رانا قاعدين ندومونديو في حقنا وراهم احتالوا علينا. وهذا من الخونه ليس من اليوم والله يا خاوتي، والجزائري ما يتخدعش، والجزائري ما يقدروش يخدعونا، ومازال ما جابتوش امه، لم تلده امه من يخون الجزائريين ولا من يخدع الجزائريين. اذا راني نقول في امر تاع ظلم قولي لي راك ظالم، انا قاعد نطلب في حق الجزائريين حقنا وندوه. ونزيد نقول لخاوتي الملف نتاع المنتخب الجزائري واقف عليه الدوله ولا واحد، والله قال لك جايبينها وكان يطلعوا للسماء ولا الارض. قال لك ما تخرجش الفضائح، رانا غير صابرين، حنا ننوروا، هما ينوروا حنا ننوروا، باش الناس بركا باش يفهموا. تبعونا وخاطي خي ما راكم خاسرين والو، خي ما راكم قاعدين ورا الشاشات وغير كلمه برك، كلمه تاع خير تاع دعم، كلمه تاع دعم. ما تطيحوش في يعني في الفخ تاع المخازنيه وتاع الاعداء وتاع الخونه. كلمه ما قلنا لكمش وقفه. الناس اللي تسكن في ميلوز ولا تسكن في زوريخ راك تجي ثم شغلك جاي للبارك والزو من ثم بعد الفيفا، روح تشم حتى ريحه ولاد البلاد وتهز الاعلام.
والتاريخ سيشهد لك باللي راك وقفت تاع بلادك، والعالم كامل يشوف فيك غدا. العالم كامل راح يشوف، العالم كامل يشوفك غدا. راح ندير لايف سبيسيال ببيان اللي نسلموه للفيفا، ونسلموه لسي انفانتينو اللي راهو يفتش على هذا اللي راهو يطلب في الانتخابات الان. لكن قلت لكم الامر اكبر من انفانتينو واكبر منهم كامل، غير ما يقلقكم حتى واحد، ولا نقجع ولا انا من كامل بهرجه وما كان والو. انا قلت لكم الهضره ارقام والهضره افعال. نرجع، كاين نقطه نسيتها مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا. الاعلام الجزائري اليوم واش دار على البارحه على كومي سابيل، على لا كونفيرونس دو بريس تاع بالماضي، باش تشوفوا خاوتي سيرتو النقطه هذه دوك ندير لكم عليها من بعد مقال مليح. الاعلام الجزائري راح يكتب باش تعرفوا بلي راه كاين اعلام عميل. الاعلام الجزائري هو اللي دار لنا مشاكل. ما قدروش يقابلوا بالماضي. واش داروا؟ راحوا داروا بلي راه بالماضي قال بلي راه الفريق المنتخب الجزائري نحن اقوى فريق في افريقيا، هو ما قالهاش. راحوا التوانسه داوها وبعثوها للمدرب تاع الفريق التونسي، راهو دخلنا في مشكله، راحوا داروا لنا فتنه مع المدرب تاع تونس ومع التوانسه. شكون اللي دار الفتنه هذه؟ الشياطين تاع الاعلام تاعنا. هل هو الاعلام التونسي؟ لا. هل هو الاعلام المغربي؟ لا. الاعلام الجزائري. وشكون هما اللي نشروها؟ هاني باش نهضر مع المصالح الامنيه. المصالح الامنيه الناس اللي شوهوا دوروا كلمه بالماضي ما قالش كلام، وراح دوروه وراحوا داروه يديروا في لي بروبليم بالماضي، لانه جيناهم. شفتوا خاوتي هذه النقطه هذه مهمه جدا مهمه جدا تركزوا عليها. الاعلام الجزائري راح قال لك او بالماضي او قال لك الفريق الوطني الجزائري، قال لك لا احنا تغلبنا على اقوى الفرق اللي طلعت، الجزائر تغلبت عليهم الا المغرب، قال هكا. راحوا هما كتبوا قال لك بالماضي يقول باللي رانا اقوى فريق في افريقيا. يروحوا يهزوها تاع تونس ويردوا. الناس ترد، من حقهم يردوا. لكن شكون اللي دار الفتنه؟ هل بالماضي؟ لا. هل الاعلام التونسي؟ لا. هل المدرب التونسي اللي رد؟ لا. الاعلام الجزائري. وهذه ماهيش صدفه خاوتي، ليست صدفه، ليست صدفه. اذا هذه النقطه ركزوا عليها مليح وشوفوا شكون اللي نشر الكلام هذا، لانه الصحفيين ما قدروش يقابلوا بالماضي، فضحهم حطهم في بلاصتهم، كشف الناس كل قاعد لهم كي مسمار شحال. شوف من الاخر، بالماضي on est tous avec toi, tort ou raison on est avec toi jusqu'à la mort, et tous les lobbies on va les casser. والله de l'intérieur maintenant. شوف لي لوبي تاع الداخل اللي راكم ضد بالماضي وضد الجزائر، والله ندقدقوكم، والله ندقدقوكم وندقدقوكم بار لا فوا ليغال، باسكو نتوما خونه وما تقابلوش الوجه، وانتوما تطعنوا في الظهر، وانتوما ديروا الفتنه، وانتوما تبيعوا في الكذب للناس، وتحوسوا غير على المصالح وتحوسوا على الملايير.